السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بدك تشتري عسل بألمانيا رح توقع بحيرة بسبب كثرة المنتجات وخوفك من أنك تتعرض للغش، تأخذ يعني عسل مغشوش. طبعا موجود هذا الكلام منطقي. استعرضنا نحن تحليل للعسل مخبري، وفي قنوات كتير ألمانية حكت بأكثر من فيديو وثائقي موجود على اليوتيوب، ومقالات بتحكي عن العسل الصيني والعسل الألماني وتداخل العسل وكشف غش العسل وعدم كشف غش العسل. لهيك أنا بلاقي أفضل حل إنك ترتب العسل ترتيب مناطقي، من وين جاي العسل، هون بتجي الأفضلية برأيي. العسل الأول هو العسل الألماني، وبيجي منه صنفين. عسل ألماني تابع لمنطقة محددة بألمانيا، هي تقع بالجنوب. عسل الغابات السوداء، هذا العسل مشهور جدا، يصدر للخارج بكميات كبيرة، يصدر للخارج أيضا بكميات كبيرة منه نفسه، يعني باسمه بس من غير المنطقة. هذا رح نحكي عنه في فيديو منفصل، رح وصي عليه لأنه حصرا أونلاين، ورح نحكي عليه لأنه بهم أهلنا بالخليج، لأنه هذا العسل أغلبه بيتصدر للخليج العربي. العسل الثاني هو ألماني حكينا، بينباع بعبوة، غالبا بعبوة من هذا الشكل شايفينه على الشاشة، وبينكتب اسم المنحلي يلي جاي منه. هذا العسل بينباع أحيانا بالأسواق السبت وغير أيام، أو أسواق الخضرة يعني. بينباع بالريفي، بالكاوفلاند، بالإيديكا، بكتير محال. هذا العسل بيكون نوعا ما يعني في كل قيمته الغذائية، لأنه ما بيستخرجوا منه على سبيل المثال حبوب اللقاح، ما بيعالجوه حراريا قبل التعبئة وما إلى ذلك. يعني أنا بلاقيه خيار كتير منيح، طبعا راح يكون أغلى شوي من غيره بس مو على طول. راح نكتشف أنواع كتير عسل بالأساس ما من أوروبا ولا من المنطقة كلها، وبتلاقي العبوة ب10 يورو، فما بظن يعني هون 7 أو 8 أو 9 يورو يكون غالي. طبعا في عسل ألماني بينباع بالسوبر ماركت بس بيكون خارج هاي العبوة. هذا العسل بيكون من شركات يعني أكبر شوي، بتشتري من مناحل وبتعبي مثل هذا العسل عم نشوفه على الشاشة، بيكون مكتوب عليه عسل ألماني بشكل واضح. موجود نوع منه بالدي ام، وموجود بالريفي، ويمكن غالبا موجود بالإيديكا مثلا. هذا النوع اللي موجود منه بالدي ام. يعني انت هون لما اشتريت عسل ألماني شلت من بالك الأحاديث اللي راح نحكيها بعدين، اللي هي بتخص العسل الصيني والعسل الجاي من أمريكا الجنوبية أو ما إلى ذلك. النوع الثاني بعد العسل الألماني بيجي على العسل يلي معروف المصدر، مثل ما شايفين هون على العبوة مكتوب من ورا ألمانيا دنمارك. هذا العسل نعرف مصدره جاي من ألمانيا ومن الدنمارك، مخلوط مع بعض، شقد نسبة الألماني شقد نسبة الدنمارك هذا حديث مختلف، ما راح يأثر معك. المهم انت مثلا زلمة ما بتحب تشتري عسل صيني، ما بدك تشتري عسل من امريكا الجنوبية، اوكي. مثلا هذا العسل من تشيلي وغواتيمالا، مصدر معروف، يعني انت عرفت المصدر، انت لك الخيار تشتري او ما تشتري. يعني هذا النوع العسل انا هاي الشركة تحديدا انا كتير بجيب منها على البيت. هون تشيلي، غواتيمالا، اوروغواي. اغلب انواع العسل يلي بكون محدد المصدر تبعيتها بيكون سعرها شوي يعني غالي، لحد ال 11 يورو للنص كيلو، يعني الكيلو واقف بحدود ال 20 22 يورو. بس في كتير عالم بتفضلوا لانه مكتوب المصدر والسلام عليكم. بينما بدنا نحكي على الانواع اللي ضلت. الانواع اللي ضلت يا سادة هي بنكتب عليها من داخل الاتحاد الاوروبي وخارجه، او بينكتب عليها من خارج الاتحاد الاوروبي. طبعا في انواع ممكن يكون بس مكتوب من داخل الاتحاد الاوروبي بس نادرا لتشوفها. المهم النوع المكتوب فيه من خارج الاتحاد الاوروبي وما محددين المصدر على حكي الانترنت 90% منه الصيني. والنوع المكتوب عليه من داخل وخارج الاتحاد الاوروبي مثل اغلب الانواع بالليدل وبالالدي والنتو والبيني، هدول اغلبهم بيكون مكتوب مثل ما شايفين على الصورة من داخل وخارج الاتحاد الاوروبي. على الانترنت المواقع الالمانية بتأكد انه 90% من العسل هذا بيكون صيني و10% بيكون اوروبي، مشان يكتبوا هاي الجملة.
لانه لما بيكتبوا بس من خارج الاتحاد الاوروبي يعني بتكون جملة يعني منفرة شوي للزبائن. طبعا العسل الصيني عسل موجود بكثرة وبأسعار منافسة. في ناس كتير بتخاف منه، في ناس بتتهمه انه هو عسل مغشوش. في مواقع ألمانية بتقول انه هذا العسل بيتجفف ميكانيكيا وبيتم إضافة الأنزيمات الصناعية له بدل الأنزيمات الحقيقية. يعني بيسرقوا الرحيق من النحل وهن بيكملوا العملية. وفي منهم بيقولوا مخلوط بسكر او ما شابه او شيء له علاقة بعسل الرز او كذا. في مواقع بالمقابل بتأكد انه العسل الصيني عسل مراقب، وعم لما قبل ما يفوت على المانيا في كتير كميات عم يتم ارجاعها للصين لانها ما مستوفي الشروط. وهذا الشيء بيرجع لكم. انا حبيت بس اقسم الموضوع مشان نسهل عليكم عملية الاختيار. انا بالنسبة إلي اما بجيب عسل الماني، اما بجيب عسل معروف المصدر. يعني ممكن خلال 8 سنين تواجدي بألمانيا مرة واحدة جبت عسل، وبعدين لما جيت على البيت تذكرت انه كان لازم اقرا من ورا شو مكتوب، وكان من داخل وخارج الاتحاد الاوروبي. وان شاء الله قريبا رح جيب عسل الغابة السوداء وانشره ونحكي عنه اكتر، وخاصة موضوع تصديره للخليج، لانه عم يتم التلاعب والله اعلم بالموضوع. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.